السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكريم كراميل. هنعمله بطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة 100%. يعني لو اول مرة تعمليه ما تخافيش، هخليكي تعمليه في ثواني وبطريقة ناجحة جدا، وهخليكي كمان تعمليه بقوام كريمي وطعم لذيذ جدا جدا، هتدوبي في طعمه ذوبان. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي يلا بينا اقولك على الطريقة الاصلية والمظبوطة للكريم كراميل. هنستخدم 6 بيضات كاملين، يعني البياض والصفار مع بعض، و2 من صفار البيض، واهم حاجة ان البيض يكون بحرارة الغرفة. وكمان هنستخدم 2 كوب من السكر، كوباية هنستخدمها للكراميل وكوباية للتحلية عشان نحلي بيه الكريم كراميل بتاعنا. وهستخدم كيلو من الحليب، يعني 4 أكواب من الحليب، وطبعا الفانيليا. أول خطوة هنعمل الكراميل. هجيب كوباية السكر وهحطها في طاسة أو حلة على النار، وهسيبها، مش هقلبها ولا هعمل فيها أي حاجة، هسيبها على نار هادية واسيب السكر يتكرمل براحته. واول ما الاقي السكر اتكرمل من على الاطراف بالشكل ده هتابعه، واول ما الاقيه ساح كده واتكرمل هقلبه، وهستمر في التقليب لحد ما كل تكتلات السكر تدوب ويكون ناعم جدا بالشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط. واول ما كل تكتلات السكر تدوب ويتكرمل بالشكل ده يبقى كده الكراميل بتاعنا بقى جاهز. نبدأ يلا نصبه في الاكواب بتاعتنا، ولازم تكوني سريعة في الخطوة دي لان الكراميل بيجمد بسرعة. فانا دلوقتي بسرعة كده هصب الكراميل في الاكواب بتاعتي، واول ما الكراميل بينزل في الكوباية بيجمد في ثانية. وكده انا خلاص وزعت الكراميل بتاعي، وده شكله بعد ما خلاص وزعته. دلوقتي يلا بينا نجهز بقى الخليط بتاعنا. الخطوة دي كاملة انت ممكن تعمليها في الخلاط مرة واحدة، بس انا هعملها في طبق خارجي. هجيب طبق غويط وهنزل فيه بكل كمية البيض بتاعتنا، وهستخدم المضرب اليدوي في الضرب، وبعدين هضيف عليه معلقة صغيرة من الفانيليا طبعا علشان ريحة البيض، وبرضه هستمر في التقليب. وبعدين هبدأ اضيف عليه كمية السكر بتاعتنا. طبعا السكر هنا نسبي، يعني لو حبيتي تزودي او تقللي براحتك، بس هي كوباية مظبوطة، بس انا زودت حوالي معلقتين 3 كمان تقريبا يعني. فانت ممكن في الخطوة دي بعد ما تضيفي الحليب تدوقيه وتشوفي، لو حابة تزودي سكر براحتك، انت الخطوة دي بتاعتك زودي براحتك. بعد ما ضفت السكر وقلبته كويس جدا واتأكدت ان هو داب، هبدأ اضيف كمية الحليب بتاعتي. مش لازم تكون سخنة طبعا، ما ينفعش تبقى سخنة مغلية، لازم اللبن يكون بارد علشان البيض ما يتطبخش. وهقلب الخليط ده مع الحليب كويس جدا، ولازم اتأكد ان كله اختلط مع بعض كويس جدا جدا. وبعد كده هنزل بكل كمية الحليب، وعلشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات في الخليط بتاعي فانا برضو هستخدم الخلاط. هضربه بس كده ضربتين في الخلاط عشان لو في اي تكتلات من البيض او من القشطة اللي موجودة في الحليب تتضرب ويكون الخليط بتاعي ناعم. وبعد ما هضرب الخليط ده في الخلاط كويس، هجيب مصفى كمان وهصفي الخليط ده كويس جدا في طبق خارجي علشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات ابدا، علشان الكريم كراميل بتاعي يطلع ناعم ومفيش فيه اي تكتلات خالص. والخطوة دي مهمة جدا. وهو ده شكل الخليط بعد ما خلاص عملته ضربته في الخلاط وبقى ناعم جدا. وده شكل الكراميل وهو جوه الكوبايات، طبعا جمد وبقى حلو جدا. هنزل عليه بقى بكل كمية الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها، هملى الكوباية ما عدا بس ايه الربع الاخير كده. وبعد ما الكوبايات خلاص بقت جاهزة على التسوية، هاخد الكوبايات واحطها في صينية كبيرة، وهملى الصينية دي نصها كده مية مغلية علشان بس مستوى المية يكون عند نص كوبايات الكريم كراميل اللي احنا عملناها مع بعض. وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط. هتقعد في الفرن تقريبا حوالي ساعة الا ربع. كانت مظبوطة معايا جدا لان الفرن كان سخن جدا. وطبعا انت ممكن تختبري التسوية وهي في الفرن عادي جدا بخلة او باي حاجة، تعرفي انها استوت زي فكرة الكيك بالظبط. بعد الساعة الا ربع بالظبط كانت استوت وبقت جميلة معايا جدا. هي ما بتبقاش جامدة، بيكون لسه فيها برضو هزة كده زي الجيلي شوية. فانا هسيبها بقى دلوقتي تبرد، هطلع القوالب من المية السخنة واسيبها على الرخامة تبرد،
واول ما هتبرد هسيبها في التلاجة حوالي 3 او 4 ساعات. وبكده تكون خلاص بقت جاهزة معانا. طلعتها من التلاجة، وعلشان تكون جاهزة وتتقلب بسهولة هاخد القوالب اللي انا هقلبها واحطها في صينية، وهنزل فيها برضو مية سخنة بالشكل ده، وهسيبها حوالي 30 ثانية مش كتير خالص. وبعدين ههزها بالشكل اللي انت شايفاه كده، وهقلبها هتتقلب معايا بكل سهولة، وهيكون احلى واطعم كريم كراميل اللي انت هتعمليه. بجد حلو جدا جدا، طعمه لذيذ فوق كل التوقعات. طبعا اللبن اللي انا استخدمته كان كامل الدسم، يعني انا جبته وغليته وسبته وبيته في التلاجة، فعمل وش من القشطة كده. طبعا انا ما شلتش القشطة دي وسبتها. بجد فرقت جدا في طعم الكريم كراميل، كان لذيذ جدا جدا وتحسيه طعمه غني. طبعا كله بيض وحليب، مفيش اي حاجة تانية. بجد كان حلو جدا. وكمان في حاجة كنت عايزة اقولك عليها، المصفى اللي انت هتصفي بيه الخليط لازم تكون مصفى ضيقة جدا، عشان لو في اي تكتلات تظهر معاكي. وكمان ممكن تسويه على البوتاجاز من فوق، هتحطي الصينية اللي فيها القوالب على البوتاجاز وهتهدي النار عليها خالص وهتسيبيها تستوي براحتها. تقريبا ممكن تاخد معاكي نفس الوقت بالظبط، وانت برضو هتتابعيها وتشوفي التسوية بتاعتها. بس هو كده، يعني ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق او تسويها في الفرن. بس كده خلاص، هو ده الكريم كراميل بتاعنا النهاردة. جميل، ما خدش وقت ابدا، لذيذ جدا جدا، طعمه بجد خطير. لو عملتيه مش هتبطلي تعمليه على طول. حلو جدا، طعم السكر فيه مظبوط قوي. الكراميل بتاعه بجد كان حلو جدا، مظبوط مش ممرر ابدا ابدا، حاجة كده خيال. مهما كلت منه مش هتزهقي ابدا ابدا. بجد حلوة قوي قوي. وعشان تعملي احلى واطعم كريم كراميل هسيبلك كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رايكم في الكومنتات.